نصلي على النبي ونبدأ الفيلم. في يوم من الأيام بتقوم حرب كبيرة بتدمر الأرض وناس كتير بتموت، واللي بيتبقى منهم بيعيش في مدينة واحدة، وباقي المدن اللي اتدمرت بيسموها الأراضي المفقودة، واللي بيروح فيها مش بيرجع. أما المدينة اللي اتجمع فيها البشر اللي فضلوا عايشين بتحكمهم ملكة، وكاهنة الكنيسة بتبقى مسؤولة عن النظام هي والوزير. وفي يوم من الأيام الكاهنة دي بتؤمر بإعدام ساحرة اسمها جراي عشان السحر خطر عليهم وممنوع عندهم. وأول ما بيبدأوا شنقها جراي بتبص في عين جندي من اللي واقفين وبتسحره وبتخليه يحس إنه هو اللي بيتشنق، فبيضرب نار على حبل المشنقة وبيعتقد إنه كده أنقذ نفسه. بس لما بيفوق بيعرف إنه حرر جراي، وبرضه بترجع تسحر له وبيتهيأ له إنه بيضرب نار عليها، لكن في الحقيقة هو بيضرب نار على جندي زيه. والكاهنة بتموت الجندي المسحور وبتاخد رجالتها وبيروحوا يدوروا على جراي، وجراي بتبقى مستخبية في مكان مظلم، ولما بتشوفهم بتموتهم واحد ورا التاني، وبتبقى منهم الكاهنة وجراي بتحاول تشنقها. بعدين بنشوفها وهي ماشية في المدينة والناس بتهتف باسمها، وبعدين بنشوف شخص اسمه بويس ماشي في نفق مظلم، وفجأة بيقف عشان عارف ان في كمين، وبيخرج كام شخص بس بويس بيموتهم. ولما شخص منهم بيحاول يسرق مسدسه بيطلع له تعبان براسين وبيلدغه ويموت، وبويس بيموت باقي العصابة وبياخد تعابينه ويكمل طريقه. وبعدين بنشوف جراي قاعدة مع واحدة عمية وبتديلها فلوس. الست دي بتبقى عارفة جراي من صغرها وعارفة انها ساحرة طيبة. وبعدين ملكة المدينة ومعاها شخص اسمه جريس بيزوروا جراي، والملكة بتقول لها انا عايزاكي تحوليني لمستذئبة، ومقابل ده بتديها جوهرة غالية جدا. وجراي بتوافق على طلبها وبتقول لها لما القمر هيكتمل هبعت صياد عشان يموت المستذئب وياخد قطعة من جسمه، وانا هستخدمها عشان احولك بيها، وده هيبقى خلال 6 ايام. وبعد ما الملكة بتمشي بيدخل جريس وبيطلب من جراي ما تعملش اللي الملكة قالت لها عليه، وبيقول لها انه عايز مصلحة الملكة. بس جراي عارفة الموضوع وبيعمل كده عشان مصلحته، وبعد شوية هنعرف ليه. وبيديلها ساعة غالية جدا. وبعد ما جريس بيمشي جراي بتعمل طقوس وبتقول تعويذة عشان تعرف ايه اللي مستنيها في الأراضي المفقودة. وبتشوف مجموعة من الأشخاص رايحين يقتلوا ذئب، بس الذئب بيقضي عليهم كلهم في ثواني. وفي نفس الوقت بنشوف الملك جوز الملكة مريض وطريح الفراش، وبيطلب من الملكة تساعده عشان يغير هدومه. والملكة اللي هي تبقى زوجته بتقرف منه وتفضل توبخه. بعدين بتنده للخدم عشان يساعدوه، وبنعرف انها بتخونه مع بويس. وبعدين بنشوف بويس خارج من القصر. وبعدين بنشوف جراي بتروح لبويس عشان يروح معاها الأراضي المفقودة ويصطاد المستذئب عشان هو صياد ماهر ويعرف حاجات كتير عن الأراضي المفقودة. وبيقول لها نراهن ولو فزت هروح معاكي. وبيلعبوا وجراي بتفوز، بس بويس بيبقى متردد وبيقول لها ان المكان ده اللي بيروح فيه مش بيرجع، وهي بتقول له نروح مع بعض ولو حسيت بالخطر على نفسك امشي وسيبني. وبيقول لها في ذئب ضخم عايش في مكان اسمه نهر الجمجمة، وجراي بتعرف انه نفس الاسم اللي شافته في رؤيتها لما عملت الطقوس، وبتوري له الساعة وبتقول له هتاخدها لو ودتني هناك. وفي نفس اللحظة بيدخل مجموعة من الجنود وبيضربوا نار في الهواء، وبويس بيرمي تعابينه عليهم والتعابين بتقوم بالواجب وبتموت بعض الجنود. وبعدين بنشوف الكاهنة اللي في أول الفيلم وبنعرف إن جراي لما علقتها في المشنقة هي أنقذت نفسها وما ماتتش. جراي وبويس بيهربوا منها وهي بتجري وراهم. وبعدين بنشوف الوزير بيقول للمسؤولين لازم تجيبولي كل السحرة والزنادقة عشان نعدمهم لأنهم خطر علينا كلنا. وبعدين بيعمل طقوس الصلاة وبنشوف ورقة بتتسرب من إيد لإيد، والورقة دي عاملها الشعب عشان يتمرد على الحكم. والوزير بيعرف بشأن الورقة وبيشوف إن الساحرة جراي مرسومة في الورقة وبقت رمز للتمرد. وبعدين بيأمرهم يجيبوا الست العجوزة العامية اللي كانت قاعدة مع جراي وبيجيبوها عشان تعترف على مكان جراي، وبتقوله ان الملكة وجريس زاروا جراي، والوزير بيأمرهم يقبضوا على جراي عشان بيعتقد انها هي اللي سيطرت بسحرها على مسؤولين البلد وتسببت في الفساد قبل ما يحاولوا يشنقوها في الأراضي المفقودة. وبعدين بنشوف بويس وجراي في طريقهم للأراضي المفقودة، ولما الليل بيليل بيخيموا، وبويس بيحاول يصطاد تعابين جديدة بس مش بيعرف. ولما جراي كانت نايمة بويس بيشوف عقرب جنبها وبيحاول يموته وهي بتفتكره هيقتله. وبعدين بتعرف انه انقذها من لدغة العقرب.
وتاني يوم وهم في طريقهم بيوصلوا المكان في 2 اخوات اسمهم مارا وروس وبيكونوا اصدقاء بويس. مارا بتقول لهم انهم هيلاقوا الذئب في حوالي اسبوع، وجراي بتقول لها انها عايزه تلاقيه في اقل من اسبوع، وعشان كده بويس بيقرر ياخدها من طريق مختصر بس بيبقى خطر جدا. وتاني يوم بويس وجراي بيستمروا في طريقهم للاراضي المفقوده، وجراي بتشوف هيكل عظمي لحيوان في قفص، وفي نفس الوقت الكاهنه بتركب القطر هي وجنودها عشان يبحثوا عن جراي في الاراضي المفقوده. وفي نفس الوقت الملكه بتروح للوزير وبتلومه عشان امر باستخدام القطر وبعت الجنود وعرضهم للخطر، كل ده من غير ما يقول لها او ياخد رايها. والوزير بيقول لها انا سمعت كلام كتير عن خيانتك، وهي بتقول له كلها اكاذيب. وبعدين بنشوف الكاهنه وجنودها بيلاقوا الاخين مارا وروس وبيعذبوه وبيعترفوا ان جراي وبويس راحوا لنهر الجمجمه، وقبل ما الكاهنه وجنودها يمشوا بيموتوا مارا واخوها وبيحرقوهم. وتاني يوم بيوصل بويس وجراي المدينه مليانه مباني واقعه، وبيدخلوا مبنى وبيلاقوا فيه اتوبيس وبيدوروا على السواق بس بيلاقوه مشنوق. وبعدين وهم ماشيين بيلاقوا ان الكاهنه وجنودها وصلوا للمكان وحاوطوهم، والكاهنه بتقول لبويس هخليك تمشي لو سلمتلي جراي، وبتكون معاها مارا اللي موتتها وبتوريها لبويس عشان يعرف انها مش بتهزر. في نفس اللحظه مارا بيكون لسه فيها نفس وبتنده على بويس، والكاهنه بتضرب عليها نار وبتموتها. وبويس لما بيشوف كده بيغضب غضب شديد وبيفضل يضرب عليهم نار. وجراي بتجري وتسرق بندقيه جندي من الجنود اللي واقفين وتفتح عليهم النار هي وبويس، وبيموتوا جنود كتير. بس فجأة بيظهر لهم جنود تانيين كانوا مستخبيين، وبويس وجراي بيفضلوا يقتلوهم بس الرصاص بيخلص، وهما الاتنين بيحاولوا يهربوا ويجروا ناحية الأتوبيس. وبويس بيضرب نار على المشغل والأتوبيس بيشتغل بس في شوية جنود بيركبوا معاهم، وبويس وجراي بيفضلوا يموتوا فيهم وبيقعوا من ارتفاع عالي جدا. ولما الكاهنة بتلاقي معظم جنودها ماتوا بتأمر الجنود اللي معاها يقطعوا كابلات الأتوبيس بيبقى متعلق من جنبه. وجراي كانت هتقع بس لحقت نفسها وطلعت مخالبها الحديد ومسكت في الأتوبيس. بعدين الكاهنة بتضرب نار على الكابل التاني والأتوبيس بيوصل لمكان نصه بيبقى جوه المكان والنص التاني براه، وبويس وجراي بيقدروا يطلعوا من الأتوبيس ويتسلقوا على الصخور. وجراي بتقدر تطلع وبتحاول تشد بويس بس الكاهنة بتنشن عليه وبتسيبه في كتفه، وجراي بتمسكه قبل ما يقع وبتستخدم سحرها وبتبص في عين الكاهنة من البندقية وبتقدر تسيطر عليها، وبيقدروا هما الاتنين يهربوا. وبعدين جراي بتطلع الرصاصة من كتف بويس بتخيط له الجرح وبيحلف انه هينتقم من اللي قتلوا اصدقائه. وتاني يوم الملكة الخاينة بتعرف انها حامل والاب بيكون بويس، وبتقول للملك انا دلوقتي بقى عندي وريث للعرش، وبتكتم نفسه بالمخدة وبتموت. وبعدها بنشوف جراي وبويس بيوصلوا لمنطقة من الاراضي المفقودة، والمنطقة دي معروفة بوجود الشياطين لما الليل بيليل وبيسمعوا اصوات مرعبة وهم ماشيين، وفجأة بيسمعوا صوت القطر اللي فيه الكاهنة والجنود. وبعدين بيدخلوا يستخبوا في مكان مليان براميل مليانة غاز وبيفتحوها وبيفضوها على الارض. ولما الليل بيجي البرج كله بينور وبيظهر شيطان وبيحاول يهجم على جراي، وبويس بيولع نار حوالين الشيطان بس بيلاقي سرب من الشياطين بيجري عليهم وبيحاول يضرب عليهم نار بس الرصاص مش محوق فيهم. والشياطين بيجيبوا لوح معدني وبيحطوه فوق النار وبيعملوا جسر بيه عشان يعدوا عليه، وبويس بيحدف عليهم برميل غاز وبينفجر، وبيكون في شيطان بيهاجم جراي وبتفضل تضرب فيه شمال يمين ومفيش اي حاجة مأثرة فيه، وبويس بيطعنه بلوح معدني وجراي بتحدف عليه برميل غاز وكل الغاز اللي في المكان بينفجر. وده بيلفت نظر زعيم الشياطين الكبير اللي كان واقف اعلى البرج بيراقب الشياطين الصغيرة، وبينده على جراي وبيقول لها انا قلتلك ما تجيش هنا تاني. وجراي بتستخدم السحر وتسيطر عليه وتخليه يمشي، وبعدين بتضرب عليه نار وبتتحكم في النار وتخليها تعمل اعصار بيحرق كل الشياطين حتى زعيمهم الكبير. وبعدين بويس بيقول لها انا ما حسيتش بحرارة النار اللي حصلت، وهي بتقول له عشان دي مش نار حقيقية، كل اللي انت شفته سحر اسمه سحر التخيل، وهي خلت الشياطين يتخيلوا انهم اتحرقوا وماتوا. وبعدين بتقول له ان المكان ده فيه كنز كبير مليان قوة خارقة ومخفية من سنين، وان في شخص اجرها عشان تخرج الكنز ده، والراجل ده يبقى هو زعيم الشياطين اللي كنا بنواجهه دلوقتي، والكنز المخفي ده هو اللي عمل فيه كده. وتاني يوم الوزير بيعلن عن وفاة الملك وحمل الملك، والطفل اللي هتولده هيكون الحاكم الاعلى للمدينة. وطبعا الشعب ما بيفرحش عشان مش بيحب الملك
الملكة وعارف إنها خاينة، فالوزير بيضرب رصاصة في الهواء عشان الشعب يهيص، وبالفعل الشعب بيهيص. بعدين الوزير بيتصل بالكاهنة عشان يستعجلها في القبض على جريس. بعدين بنشوف الملكة مع جريس وبتحاول تخدعه عشان يستخدم جنوده لأهدافها الشخصية. بعدين بويس وجراي بيوصلوا لمكان اسمه حقول النار، وبيقول لها إن كده قربنا نوصل لهدف، وتاني يوم هنحارب المستذئب. وجراي بتديله الساعة كأجر ليه، وبيرفض ياخدها وبيقول لها يلا نرجع لسه قدامنا فرصة، وهي مش بترضى لأنها لازم توفي بوعدها. وتاني يوم بيبقوا ماشيين في نفق وبيسمعوا صوت القطر، وطبعا مش عارفين يهربوا، فبيعملوا خطة وهي إن جراي هتقف على القضبان وتخلي القطر يقرب منها، وبعدها تجري هي وبويس للقضبان المكسور عشان القطر يقع. وبالفعل بيحصل كده، بس بويس وجراي بينقذوا نفسهم. ولما الوزير بيعرف بموت الكاهنة والجنود بيؤمر حراسه يستولوا على العرش، بس جريس وجنوده بيسبقوه وبيخلصوا عليه هو وجنوده اللي فوق. تاني يوم جراي وبويس بيوصلوا لنهر الجمجمة، والمكان كله بيبقى متغطي بالجماجم البشرية اللي هاجمها الذئب. وبيدخلوا المبنى وبيشوفوا علامات ان كان في شخص عايش في المكان، بس مش بيلاقوا اي حد. وبويس بيقول لها قدامك فرصة ترجعي معايا، بس هي بتقول له لازم اخلص المهمة. ولما الليل بيجي جراي بتلبس مخالب من الفضة في صوابعها، والقمر بيكتمل. والمفاجأة بقى ان بويس هو المستذئب وبيتحول لذئب، وجراي بتعتقد انه ارشدها للمكان عشان يقتلها ويتخلص منه. ولما بيتحول لذئب جراي بترمي عليه الساعة وبتهجم عليه بالمخالب الفضية، بس بويس بيحدفها. وبعدين جراي بتسيطر عليه بالسحر وبتخليه يتهيأ له ان في طيور ضخمة بتهجم عليه، وهو لما بيهجم على الطيور بيفوق لما بيلاقي جراي بتطعنه بالمخالب اللي في ايدها، وبعد مواجهته بمخالبها بيقع على الارض وبيفقد الوعي. وبعد شوية بيفوق بس بيكون انسان طبيعي، وجراي بتديله مية وبعدين بينام تاني. ولما بيصحى بيلاقي نفسه مربوط بالسلاسل، وجراي بتعترف له انها لما طلعت الرصاصة من كتفه قبل ما تخيطه حطت جوه جلده عملة من الفضة، والفضة انتشرت في جسمه وضعفته وما قدرش يواجهها. فقبل ما جراي تموته بويس بيقول لها انا عندي امنية ولازم تحققها لي، وهي انهم يكملوا حياتهم مع بعض، وهي بتوافق. ولما بيتحول تاني جراي بتفضل تطعنه لغاية ما بيموت. ولما النهار بيطلع جراي بتسيب الساعة على قبره وبتمشي، وبيكون معاها قطعة من جلده. ولما بترجع للمدينة الشعب بيهتف باسمها، وجراي بتدي جلد المستذئب لجيرس وبتقوله يديه للملكة عشان التحول اللي هي عايزاه. وجيرسي بيقول لها انت ما عملتيش اللي قلتلك عليه. وجراي بتقول له انا قتلت بويس، وبويس هو عشيق الملك وابو الطفل اللي في بطنها، وانت دلوقتي تقدر تتجوز الملكة وتحصل على العرش وتبقى الملك. ولما جيرسي بيدي الجلد للملكة بيجيلها انهيار لما بتعرف ان الجلد جلد بويس، وبنعرف ان الملكة كانت عارفة ان بويس مستذئب وهي كانت عايزة تتحول زيه عشان يفضلوا مع بعض على طول. والملكة عرفت ان جيرسي خانها وخلصت عليه وذبحته. والمتمردين من الشعب استغلوا الفرصة واقتحموا القصر وقتلوا كل الحراس. لما النهار بيطلع الشمس بتحرق جلد بويس ومش بتخلي فيه حاجة غير الرماد، وبيبدأ قبر بويس يهتز. وبعد فترة بنشوف بويس عايش ورايح لجراي عشان يموته، وهي بتعترف له انها كانت عارفة انه حبيب الملك، وبتقول له انها خططت لكل اللي حصل عشان المتمردين يتخلصوا من ظلم الملكة ويموتوه، وانت كمان تخلص منها وتعيش. وبويس بيحاول يضربها بالرصاص بس المسدس ما فيهوش رصاص، وبيحاول يطعنها بس هي بتصده بمخالب، وبتقول له انت طلبت مني نكمل حياتنا مع بعض وانا حققت لك طلبك. وهما الاتنين بيسافروا للأراضي المفقودة، وبكده بيخلص الفيلم.